بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن افضل موبايل تشتريه ب 15000 جنيه تحديث شهر اغسطس. والاجهزه اللي بنجيبها بتخلص. امبارح عملت لكم الريلز بتاع الشاومي 15 تي، خلصتوه كان ب 25000 جنيه. اللي مش تابعنا حرفيا فايته كتير. العرض بينزل من هنا بيخلص من هنا، وترجع تقول لي اصل ما لحقتش. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. النهارده جايب لك 4-5 موبايلات غير الخمسه بتوع الشهر اللي فات. شهر 7 كان في معانا ريلمي 14 ب 16000 جنيه، كان في معانا دلع. وانصحك تروح تتفرج على الفيديو. لو لقيت جهاز تعال قول لي الجهاز ده موجود. النهارده بقى 4-5 اجهزه على حسب استخداماتك، اعلى قيمه مقابل سعر، اعلى عمر افتراضي، موبايلات جامده، 90 فريم ببجي، شاشات اموليد، تصوير 4K ب 15000 جنيه. اللي مش متابع محمد مصطفى بصراحه فايته كتير. فهمان فنان بحبك في الله، لايكك فولو، صلي على النبي، هات القهوه الشاي بتاعك. طبعا قبل ما نبدا نرشح خلينا احذرك من شويه اجهزه عيانه وسعرها، معالجاتها تعبانه وشاشاتها تعبانه وسعرها غالي ب 15-16000 جنيه. واقفل الكارت يا حدوته وما تجريش الفيديو. الاجهزه دي بص لحد يوم القيامه هتفضل موجوده. ليه؟ بتقدم قيمه مقابل ضحك. انت بقى بقيت فاهم في 2026. يعني بص باختصار، هم دول 5 اجهزه تشتريهم، واي جهاز بره الاجهزه دي ما تفكرش فيه. فمان فنان الجهاز الاولاني او اول 3 اجهزه ممكن تشتريهم بالسعر ده من سامسونج. سامسونج ام 55، سامسونج اي 26، سامسونج اي 27. ليه؟ ارخص جهاز فيهم عامل كام يا اسطى؟ مثلا اي 26 هتلاقي تحت ال 15000 جنيه. ممتاز. تصوير 4K، معالج اكزينوس 1380، 6 سنين تحديثات اندرويد، وشاشه اموليد، وبطاريه 5000 ملي امبير، وضمان سنه. الموبايل ده ممتاز. موبايل تاني من سامسونج لسه نازل اي 27 في رينج ال 15000 جنيه. هتلاقيه بيتحرق في المحلات 128 جيجا عامل 15000 جنيه. الموبايل ده ب 6 جين 3، تصوير 4K وامامي 1080، و6 سنين تحديثات اندرويد، ومعالج 6 جين 3 واعتماديه. وتيجي تسالني يا محمد مصطفى اقول لك 6 سنين تحديثات اندرويد بكام؟ لحد 15000 جنيه. ممتاز. الجهاز بقى الثالث من سامسونج واحسنهم وافضلهم بيجي لي عليه اسئله كتيره جدا، سامسونج ام 55. الجهاز ده خلص، بس في بعض ستور او اتنين بيبيعوه 128 جيجا رام 8 13 14، 256 جيجا رام 8. قاعده السعر ليه 15000 15500 16000 جنيه. غير كده ارمي الجهاز ده ناحه واديله الشلاحات. الموبايل ده بقى 7 جين 1، تصوير 4K امامي وخلفي، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بتصور 4K، واماميه 50 ميجا بكسل بتصور 4K، ومعاك كاميرا الترا وايد، ومعاك كاميرا ماكرو. ولسه في 4 سنين تحديثات اندرويد، هيوصل معاك لاندرويد 20، و5 سنين تحديثات امان من دلوقتي. يعني هو دلوقتي تحديثاته مش اقل من 4-5 سنين. شاشه سوبر اموليد بلس هي 120 هرتز زي اللي موجوده في سامسونج 57، ممتازه بالسعر ده. صوت ستيريو باي دولبي اتموس عظمه، بطاريه 5000 ملي امبير، شحن سريع 45 واط. الرامات LPDDR5X ممتازه، 128 جيجا رام 8، 256 جيجا رام 8، سرعه نقل UFS 3.1 مش 2.2. الجهاز ده اضعف ما فيه هتجيب له كفر وسكرينه وشاحن، واضعف ما فيه البطاريه. غير كده الجهاز ده عمره الافتراضي ممتاز. وما تسمعش الكلام اللي بيقول لك بيسخن، بيسقط فريمات، بيلجلج. المعالج 7 جين 1 بيلعب مليون نقطه، ومعاه بقاله سنه ونص سنتين وما اشتكتش منه. اضعف حاجه عنده البطاريه، بتقعد معاه 6 ساعات متواصله. لو اهتماماتك ازيد من 6 ساعات متواصل، 6 ساعات ده اصلا انت لو مسكت الموبايل بشحنه واحده هتقعد طول اليوم. وده احلى كاميرا تشتريها بالسعر ده. تقييمي للاجهزه تعالى بقى نقيم. سامسونج اي 26 الاعتماديه اديله 7/10، اي 27 8/10، ام 55 اديله 9/10. ودي اجهزه سامسونج اللي تشتريها تحت ال 15000 جنيه. لو ما حطيتش لايك حط لايك، بحب. الجهاز اللي بعد كده سعره من 13 ل 14000 جنيه، يظهر لك عليه عرض. وهنا يا اسطى احنا عاملين خدمه الاستشاره المدفوعه، عاملين خدمه للاعضاء، واتمنى من الله ان الخدمه دي تكبر الايام اللي جايه. لسبب يعني مثلا انت ما بتلحقش العروض، انت لو معايا 10 15 عضو انت اجباري، لا انت لا حد من اهلك بيشتري. فال 10 15 20 50 واحد اللي هيشتركوا في الاعضاء على حسب البرنامج او في الاستشارات المدفوعه بيبقى لهم اولويه ان احنا نجيب لهم العروض دي ونحجزها لهم. اكيد يعني مثلا عرض زي بتاع الشاومي 15 تي امبارح تمام 25000 في كل حته، عامل 31000 جنيه. ما وفرتش 6 عشان ايه؟ عشان كلام فارغ. بنديك عنايه بالموبايل وبنجيب لك ارخص مكان واضمن مكان. التيم بتاعنا ومبلغ رمزي جدا، هسيب لك الفورم في الكومنتات. الجهاز ده بقى عرض عامل 13000 جنيه، من 13 ل 14000 جنيه. الريدمي 15 5G
الموبايل ده بالسعر ده بريميوم، بس اضعف ما فيه الشاشه بتاعته لو وقعت لوحدها 10000 من 9 ل 10000 11000 جنيه كمان. الموبايل ده 256 جيجا رام 8، وكاميرا 108 ميجا بكسل بتصور 4K، واماميه 20 ميجا بكسل بتصور 1080، وصوت ستيريو باي دولبي اتموس، وبطاريه 5200 ملي امبير، شحن سريع 45 واط، والشاشه اموليد 68 بليون كلر دولبي فيجن اتش دي ار 10 بلس. الشاشه دي من الاخر احسن شاشه نزلت في 2026 لحد 40000 جنيه لحد 50000 جنيه، وفليكرنج بيحمي لك 4000 هرتز، اي بريد 66، وطبقه حمايه ستاندرد 810، وطبقه حمايه ثانيه على بعد 2 متر. بس كل ده حدوته هري. ليه؟ الشاشه الكيرف لو وقعت هتتكسر. انا صادق معاك وسالك معاك، ومعاك 6 جين 3، واندرويد هيوصل لاندرويد 18 19، يعني معاك 5 سنين تحديثات كامله في الموبايل ده. تقييمي للجهاز ده هيخلص وهتندم عليه وهترجع تقول يا ريتني. العرض هيظهر لك على الشاشه، وارخص سعر ليه واعدل سعر ليه 13 14000 جنيه. لو ما حطيتش لايك حط لايك. ريدمي 15 5G. اللي بعد كده وده احسن جهاز هديله 9.5 من 10 على سعره 16000 جنيه. موتورولا اي جي 60 فيوجن 256 جيجا رام 12 90 فريم ببجي، تصوير 4K، شاشه بي اوليد ممتازه، بس برضو الشاشه البي اوليد لو وقعت اتكسرت لوحدها عامله 12000 جنيه. بس الجهاز ده كمحمد مصطفى اديله 9.5 من 10 على 16000، لكن وصل ل 20000 والكلام اللي احنا بنشوفه ده. بطاريه 5200 ملي امبير، شحن سريع 68 واط، وميزات الذكاء الاصطناعي الدوفت. معالج دايمنستي 7300، وده ارخص موبايل فيه معالج بيلعب 90 فريم ببجي، هو والانفينكس نوت 50 اس اللي هنتكلم عنه ذا نيكست ستيب او الخطوه القادمه. الشاشه بي اوليد 120 هرتز واتش دي ار 10 بلس، وبيك برايتنس 4500 نيتس، كورنينج جوريلا 7 اي ستاندرد 810، طبقتين الحمايه، اي بي 68 69 كي. تصميم اروع ما يكون، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بتصور 4K، واماميه 32 ميجا بكسل بتصور 4K، مستشعر من سوني ومن سامسونج، صوت ستيريو باي دولبي اتموس، واي فاي 6 اي، بلوتوث 5.4 من 10. شاشه ممتازه، تصميم تحفه، سوفت وير اروع ما يكون، خفيف بس فقير. الجهاز ده بقى بكام؟ يعني ايه بالسعر 16000 جنيه 256 جيجا رام 8، تصوير 4K، شاشه تحفه، صوت ستيريو، مميزات الذكاء الاصطناعي، بطاريه، ضمان محلي سنتين، موتورولا اي جي 60 فيوجن. الجهاز ده هيخلص وهترجع تندم عليه، لان من الاخر 90 فريم ببجي، تصوير 4K، شاشه ممتازه، بطاريه تحفه. تقييمي ليه 9.5 من 10، وحاول تلحقه وبيرفكت ونجمه واكستلنت على 16000 جنيه. اخر جهازين ممكن تشتريهم في 2026 كلها، واحسن جهازين سايبهم لك في الاخر. انفينكس نوت 50 اس 256 جيجا رام 8 14000 15000 جنيه تحفه، ومعالج دايمنستي 7300 او 7400 الترا او التروميت كلهم واحد، وصوت ستيريو، وكاميرات بتصور 4K اماميه وخلفيه 50 و13 ميجا بكسل، وصوت ستيريو باي جي بي ال، وبطاريه 5500 ملي امبير، شحن سريع 45 واط، وتصميم اروع ما يكون، وشاشه اموليد وفليكرنج بيحمي عينك. بس الشاشه كيرف، الصوت مش احسن حاجه، البطاريه مش احسن حاجه، الشبكات والواي فاي والصوت مش احسن حاجه، والكاميرات اللي هو الموبايل ده بيديني 90 فريم ببجي على قد فلوسه. طب انا عاوز من انفينكس مش مهتم بالالعاب ومهتم بالعمر الافتراضي، انفينكس نوت ايدج 14000 جنيه 256 جيجا رام 8، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بتصور كي، واماميه 13 ميجا بكسل بتصور 2K، وصوت ستيريو، وبطاريه 6500 ملي امبير، شحن سريع 45 واط، وشاشه اموليد وفليكرنج بيحمي عينك، ومعالج دايمنستي 7100. الجهاز ده بقى متقفل احسن، عمره الافتراضي اعلى، وتصوير 2K. واحد تقييمي ليه 8 من 10، والانفينكس نوت ايدج على 14500 9 من 10. بس انا خلصت في امان فنان، بحبك في الله. لسه بقى محتار وعاوز تاخد قرار ومش عارف، نكتب لي في الكومنتات ايه القرار، وفي استشارات اللي هو ايه. انا نازل اشتري، انا واحد من الناس نازل اشتري، احط 20 30 40 50 الف جنيه، مش هبخل على نفسي ان انا اتفرج على 6000 فيديو واخد 5000 استشاره واروح هنا وهنا وهنا وانا واسال، مش خسران فلوس عشان اخد القرار الصح. فامان فنان، بحبك في الله. لايك سبسكرايب، نوصل ل 100000 في اسرع وقت. بحبكم في الله ومع السلامه.